السلام عليكم. خير سعيد. سعيد الوطني، رئيس فريق الجوهرة للذكور وفريق الجوهرة للإناث. فريق الذكور اللي كيمارس في القسم الوطني الثاني هوات، والفريق ديال الإناث اللي كيمارس في القسم الثالث وكيحاول أنه يصعد للقسم الثاني. خير سعيد، حسب الأخبار الأخيرة سمعنا أن اللاعبين ديال الجوهرة ديال الذكور، انهم اللاعبين البرانيين انهم ما بقاو كيلقاو ما ياكلوا غاديين يمشيو في حالهم. هذا ما يدل على ان ازمه ماليه كدور في الفريق. شنو هذا الخبر صحيح او لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكركم لاراش سيتي وكنرحب بها في المنزل ديال الوالده. شكرا. مرحبا بكم. بالنسبه نجاوب على السؤال ديالك السي رشيد، الحقيقه الجواب للسؤال اللي طرحتي، وبالنسبه للاعبين اللي بداو كيهدوا، ماشي كيهدوا، من حقهم انهم يمشيو بحالهم لانهم بقاو كيجبروا ما ياكلوا. هذه حقيقه، هذا الواقع اللي كاين اللي وصلت له الكره مدينه العرائش، وعلى خصوص جوهره نجم العرائش. هذا الجواب يعني واقع وحقيقه. علاش كنتو كتعتمدوا خير سعيد في التنقلات ديالكم وفي الاكل ديال هاد اللاعبين البرانيين وفي التنقلات ديالكم بالنسبه للمباريات؟ علاش كنتو كتعتمدوا؟ غير تسمح لي واحد اطلاله على الماضي ديال الجوهره باش نجاوبك على هذا السؤال. هو اننا ملي صعدنا القسم الوطني الثاني هوات، اللي هو في الحقيقه انا كما كنت كنقول دائما وكنحضر به دائما، كنقول بان كاين المدن اللي كتخسر الملايين باش تطلع الفريق ديالنا هذا القسم هذا، الا اننا حنا كنتفاجئوا في هذه المدينه ان الفريق صعد وماشي فرحنا. كاين المجتمع المدني اللي فرح، اما بالنسبه للناس المسؤولين وهذا كنظن انهم ما فرحوش هذا الصعود. بالنسبه للجواب ديال على السؤال ديالك، في الحقيقه باش كنا كنصرفوا من الجيم ديالنا. لولا المنحه ديال الجامعه اللي في الحقيقه مشكوره، اللي هي 50 مليون كتقسم على 3 ديال الاشطر. خدينا في الشطر الاول 20 وفي الشطر الثاني 15 وفي الشطر الثالث 14، لانهم زولوا واحد المليون ديال الواجب ديال العقوبات اللي كانوا على الجوهره. انما 49 مليون اللي تعطاتنا الجامعه ماشي غير كافيه، غير الحقيقه هي مشكوره، وانما غير كافيه بالنسبه للفريق في القسم الوطني الثاني هوات، اللي كيرحل 34 مقابله على الصعيد الوطني، اللي خصك توصل فيها تمخريبكا، خصك تمشي تم رشيد، خصك تمشي للدار البيضاء 10 المرات، فيها المبيت، فيها الاكل، فيها الترونسبور، فيها اللي كيضوب ملي كيكون المبيت، زائد المصاريف ديال الشهريه ديال اللاعبين اللي كيلعبوا، زائد المناح، زائد يعني مصاريف كثيره كتبقى ديك 50 مليون بالنسبه للفريق غير كافيه بتاتا. وانما الجميع مشكوره. حنا كان عندنا وعد، كانوا وعود اللي كنقولوا دائما، كنتفاجئوا. كان عندنا وعد ملي صعدنا بان كاين اللي عملنا ترونسبور منهم المبادره، ان عملنا الترونسبور توفر لنا الترونسبور لحد الساعه ما عارفين شي. هل البطوله هي تسالى وحنا ما خدينا والو. بالنسبه للمجلس البلدي باقي ما خديناش المنحه، تصور ان باقي ما خديناش المنحه ديال العام اللي داز وديال هذا العام. هذا ماشي، هذه كارثه. بالنسبه للمجلس الاقليمي، المسؤولين ديالو اللي هو المسؤول الاول العام ديال البلاد عينا بالحوار، كنقدموا هذا الحوار، هذه الكلمات ديالنا ديال خصو يتدخل وتكون المسؤوليه باش يعرف هذا شنو كاين في هذه المدينه. انما ما عندناش الجواب على هذا الشيء ديالو، واش هو مثلا كيوصل له هذا الشيء ولا ما كيوصلوش. المجلس الاقليمي عطانا وتا هو مشكور، لان كيعطيك واحد البركه اللي ما كتقدكش حتى المقابله وحده. عينا ما نوصلوا لهم بان الفريق راه دابا في القسم الثاني هوات والمصاريف ديالو كثيره، انما كيفاش كيقسموا كيفاش كيعطيو عاوتاني كانت الله اعلم. غير هو دابا الغالي في الامر هو ان بالنسبه للمجلس الاقليمي سمعنا بان ماشي سمعنا يعني مؤكد ان كيف كيسبقوا دائما الشباب العرائش اللي من حقها ونادي ديال النادي القصري، وحنا كنلعبوا حتى حنا في القسم الثاني، وكيقول لك لا انتم تسناو. ما عرفناش واش حنا ماشي نادي، ما كنمثلوش المدينه، الله اعلم. ما عنديش تفسير من هذا الشيء. المشكل العويص دابا اللي كنتخبطوا فيه
هو اننا ما زلنا 6 ديال المقابلات اللي عم نشوف فيهم الخريبكه، عم نشوف فيهم الكازا، عم نشوف فيهم نسباته، عم نشوف فيهم القليطره. كما قلت لك لاعب واحد بعدا راه هو ديجا مشى بحالو، لان قال لك انا ما جبرت من ناكل ومن حقه. دابا 3 الدراري هما اخرين عاوتاني كيقولوا لي عم نمشيو بحالنا وما عندهم ما ياكلوا، وانا ماشي ما كان ما عندي ما ندير لهم، لان انا في الحقيقه الفلوس اللي كانت عندي حتى هي راه محطوطه، والتقرير المالي راه هو اي واحد بغى يجي يطلع عليه راه من الفلوس ديالي راه باقي كتسالت هنا. ملي كيكون عندي كنكمل. دابا الموجود الله ما عندي ما نعطيهم. بدينا كنفكروا اننا حتى هذا الاسبوع احنا عم نمشيو لكازا، ربما نعملوا له اعتذار لان ما الا مشاو هاد الدراري ما عندناش حتى باش نلعبوا. والخطير في الامر يعني الا عملنا الاعتراض الاول وما كانش عاوتاني ما كانش الحل، الاعتراض الثاني يعني الجوهره مهدده ماشي باش تهود القسم الثالث، مهدده بعدم وجودها. وش نقولوا يعني جوهرة ناس معرائش بحال اللي عمرها كانت تصبح في خبر كان ماشي خبر كان، يعني ربما ماشي حتى خبر كان تقول بان كانت يعني ما عاد بقاشي وما عاد تكونشي. وكل واحد من هاد شويه هاد الناس هادو اللي يسمعوا هاد الشيء اللي كنقولوا راه كاملين مسؤولين على هذا الفريق ومسؤولين على هذه المدينه، منهم مجلس البلدي، منهم من السيد العامل، منهم المجتمع المدني، منهم حنايا. راك كل شيء مسؤول على هذا الشيء اللي غيوقع لنا الجوهره. الا مشات هذه الجوهره اللي باقي لها واحد البصيص من الامل باش تقدر تصولفي مثلا غير تصوفي مع حد الامل باقي حسابيا نقدروا نشنبوا النزول القسم الثالث، يوقفوا وياخذوا المسؤوليه ديالهم، منهم السيد العامل، منهم الرئيس المال البلدي، منهم الجميع. حتى انا مسؤول، كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو، لان الوقت ما كيرحمش وكتسجل في التاريخ من اي واحد اللي كان مشارك في هذا انا ما نقدر نسميها جريمه في حق الرياضه العرائشيه. متفق معك اخي سعيد انها جريمه في حق الرياضه بالنسبه للعرائش، لان المجالس اللي حاليا دابا انها ضد الرياضه، وهذا مساله مفروغ منها. غير اخي سعيد اخر سؤال هو ان مثلا انتم دابا حاليا كتواجهوا جوج ديال البطولات، بطوله ديال القسم الاناث اللي هو هذه بادره اوليه في هذه المدينه لاول مره، وغايه لهذا السبب انا شخصيا كنستغرب على اساس ان الناس هادو ما شافوش من هذه البادره هذه. سي رشيد، هذا العام الثاني دابا ديال الفريق النسوي بعدا، هذا العام اللي داز، واخا العام الاول ديالو كان العام اللي داز كنا غنصعدوا القسم الثاني، وانا كنحمد الله باننا ما طلعناش القسم الثاني ديال بالنسبه ديال البنات، لان لو كنا صعدنا، لان القسم الثاني حتى هو فيه تنقلات طويله وفيه المبيت وبزاف المصاريف. انا كنقول الحمد لله اللي ما صعدناش. هذا العام هذا دابا حنا البطوله عاوتاني بدات ديال البنات، وهما كما الحضور ديالكم وكما كتسجلوا بان عندهم جوج انتصارات من جوج مقابلات، يعني حتى هما مساكن باغيين يطلعوا الحق باش عاوتاني غنكذبوا على راسنا، غنقولوا بان لا خصهم يصعدوا. فين يصعدوا نتكرسوا على ولاد البنات عاوتاني ديال الناس. نعم فاين هذا ملي كنبقى سمعنا المهرجانات الحقوق المراه وما عرفت شنو الاحتفال بالمراه ولا بالراجل ولا حتى شي حاجه، رانا شنو كاين في الواقع؟ شنو كاين؟ شباب الرياضه المندوبه ما استدعتش بعدا حتى فريق الجوهره الناس العرائش ما استدعاش المهرجان النسوي، مع العلم ان كان فريق ديال هذا هو كان عتبه. وانا كنقولها في هذا المنبر كنقول بان المندوبه كان عليها بعدا في المهرجان تستدعي الفريق النسوي باش يشارك حتى هو ويحتفل بالمراه. بالنسبه للمجلس الاقليمي والبلديه راه نفس المشكل ديال الاولاد، نفس المشكل ديال البنات، يعني هادو بعدا راه عندهم زيرو درهم. مازال انا راه كان عندنا شي بركه ديال المنحه ديال الجامعه كنصرفهم على الاولاد، اما البنات دابا انا كنصرف عاوتاني من الجيم ديالي، يعني جوج المقابلات هادو راه من الجيم ديالي. ايوا هما باقي لهم 8 المقابلات البنات، حتى هما نديروا لهم عاوتاني اعتذار ونزولوا هاد عاوتاني البنات. ايوا موجود الله والله لا حول ولا قوه الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. بالنسبه للبنات ما كاينش حتى شي منحه من العصبه ولا من الجامعه ولا حتى شي حاجه. بالنسبه للبنات خصهم حتى كيطلعوا من الدوزيام ديفيزيون، هاد الجامعه كتعطيهم واحد 80,000 درهم، و80,000 درهم في الدوزيام ديفيزيون، يعني الصور تاع في الدوزيام ديفيزيون كاينه
10 الفرق ديال كتكون ديال البنات، وكاينه هذه مكناس، هذه سلا، هذه توريز، يعني هذيك 8 الملايين بالنسبه للبنات عاوتاني غير كافيه. بالحق حنا كنقولوا غير الطموح ديال هذا الفريق وهذه المدينه اللي حنا باغيين كنخدموها وكنطلعوا منها اللي هو في صالح المدينه، ماشي صالح للسعيد الوطني او الرشيد او فلان ولا فلان، راه هو المدينه. راه المدينه ملي كتمشي كتخرج في التلفازه شباب العرائش ولا جوهره العرائش ولا اف سي العرائش ولا الرجاء، ملي كيمشي يمثل الفريق كيمثل المدينه، ما كيقولوش سيلعب السعيد الوطني او لا رشيد او لا فلان فلاني، راه هو اللي كيقولوا جوهره نجم العرائش. وجوهره نجم العرائش راه مسؤوليه ديال السيد العامل، مسؤوليه ديال رئيس البلدي، مسؤوليه ديال المنتخبون، مسؤوليه ديالنا حنا كمسيرين، ومسؤوليه ديال المجتمع المدني. لهذا كل شيء يتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء اللي وقع في مدينه العرائش. انا كنهضر في الاطار الرياضي. لهذا الا وقع شي حاجه كما قلت قبل الجوهره او الشباب او هذا، راه المسؤوليه ماشي السعيد الوطني او ديال نادي جوهره العرائش، راه المسؤوليه ديال الجميع. كما احتفلنا بها ملي صعدت هذاك المجتمع المدني فرح بها. انا كان ديما كنركز على المجتمع المدني، هو اللي فرح بالصعود المدينه، ما فرحتش بها السلطه، ما فرح بها حتى شي واحد اخر. غيتحمل المسؤوليه الا نزلت او لا وقع شي حاجه او لا انضطرت، راه المسؤوليه ديال الجميع، لانها سميتها جوهره نجم العرائش. شكرا اخي سعيد.